لدرجة إنه صحاه من النوم وقال له الحق يا ريس، الاستخبارات الروسية رصدت عن طريق القمر الصناعي حشود عسكرية إسرائيلية على الجبهة السورية، وإن الوضع هناك خطير جدا، ومنطقة الجولان وباقي مصادر المية في المنطقة العربية في خطر. طبعا الرئيس جمال عبد الناصر لما سمع الكلام ده اتنرفز واتجنن، وراح رفع سماعة التليفون واتصل على طول بالجيش السوري، لكن قالوا له مفيش أي حاجة من الكلام ده، الدنيا عندنا تمام وزي الفل. لكن جمال عبد الناصر كان برضه لسه شاكك، وبعت وزير الدفاع بنفسه هناك عشان يتأكد. برضه راح وزير الدفاع هناك لقى نفس القصة. الرئيس جمال عبد الناصر ما بقاش فاهم ايه سبب الرسالة السوفيتية الغامضة دي، راح رجع واتصل بالروس، راحوا جابوا له صور وتسجيلات متفبركة من القمر الصناعي علشان يثبتوا كلامهم. راح وقتها عبد الناصر لما سمع الكلام ده قرر التصعيد فورا ضد الصهاينة، وبدأت حرب كلامية بين الطرفين، وخطاب من هنا على خطاب من هنا، وتصعيد من هنا على تصعيد من هنا، لحد ما قرر جمال عبد الناصر طرد القوات الدولية من سيناء وغلق المضايق البحرية في البحر الأحمر. تخلص بقى الخدعة السوفيتية على كده؟ خالص يا صاحبي، والله يا ريتها كانت وقفت على كده. الرئيس عبد الناصر كان متفق مع الروس ان هو مش هيحارب، هو بس بيهوش كده اسرائيل عشان يسكتوا وخلاص، احنا خلصنا على كده. راح السوفيت رد عليه وقالوا له هو مين قال لك اصلا ان احنا خايفين انك تحاربهم؟ لا طبعا، ده احنا مرحبين بالفكره جدا كمان، بس بشرط واحد، ما تبداش انت يا عبد الناصر الحرب، استنى انت وخد اول ضربه عشان يكون لنا وش نقف في مجلس الامن معاك. بالمناسبه ده برضه نفس اللي حصل مع اسرائيل في حرب 73، هم كانوا فاكرين الحرب الساعه 6 المغرب